جدلا ان ملك الحسنات معه دفتر وملك السيئات معه دفتر، خلاص، وعرض عليكم وعرض علينا دفتر سيئات فلان او فلان او فلان، بالله عليكم هل نحترمه؟ هل نجله؟ فكم تحترمه؟ ايه كمية الاحترام؟ بقدر الستر الذي ستره رب العباد عنا من ذنوبه وعيوبه. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. الله الشكر لمن؟ لله الذي ستر عيوبه. شوف في نقطة، تخيلوا انتم ان كانت للذنوب رائحة، هل يجلس مسلم بجوار مسلم؟ لا اله الا الله. هل في مسلم يجلس لو لكن من ستر الله علينا ايه؟ انه لا، ليست للذنوب رائحة، ليست للذنوب رائحة. حتى يقال بعض اهل العلم الملائكة ماذا يكتبون لنا في الصلاة؟ يكتبون لنا اسباغ الوضوء، اتمام القراءة، اتمام الركوع، الرفع منه، اتمام السجود، لكن درجة الخشوع ودرجة الإخلاص هذه بين المصلي وبين الله. يعني الملائكة ما عندهمش المقياس ده، ليس عندهم هم عندهم ايه؟ ظاهر الأمر، الحركات بس. قمت صح سجدت سبحان فقط. لكن سبحان الله، ده لنا أخ كريم كان اعتقل في 81 في مصر، واخد بالك، وبعدين اخوة كرام دخلوا كلهم مع بعض في سنة 1981. وبعدين ولا شيخ عمر مرة ادخلوا علينا في الزنزانة تاجر المخدرات ده مدخلينه معاهم للتنغيص عليه، عقوبة. فهو الراجل كده يعني ابن بلد زي ما بيقولوا، يلا يا معلم خير، صلاة الظهر. وبعدين صلى مضطرا صلاة العصر، صلاة المغرب، والإخوة ليس أراهم شيء في الزنزانة إلا أن يطيلوا في الصلاة، وسنة قبلية وسنة بعدية والما وراهم هي سبحان الله. الرجل فرح بعد صلاة العشاء، قال الحمد لله هننام وناخد اجازة من الصلاة شوية. فين الساعة 2 بيوقظوه يا معلم، خير الفجر لسه، لا قم قيام الليل. طبعا قيام الليل بالزهراوي بالبقرة وآل عمران، ما هو وراهم شيء سبحان الله. فالاخ الكريم بيحكي لي بيقص يعني وهم ساجدين، فسمع الراجل بتاع المخدرات ده بيقول يا رب، هو انا الذنوب بتاعتي كبيرة لهذه الدرجة، لدرجة ان حطيت مع اولاد الذين دول لا يقطعوا لا صلاة لا ليل ولا نهار. ايه ده ايه العذاب ده؟ فالصلاة بالنهار وشوفنا طبعا ده هو ما بيصليش اصلا سبحان الله. العقوبة طلعت عليه هو، لا اله الا الله، ولكنه خرج معهم حافظا لكتاب الله. سبحان الله. يعني ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. صلوا على الرسول، اللهم صل على سيدنا